رمضان بلا صراخ، كيفاش تحافظي على هدوءك النفسي وعلاقتك مع عائلتك وسط ضغط الانشغال. صحة رمضانكم، كل عام نتوما بخير. ان شاء الله هذا العام يكون غير ويدخل عليكم بالخير والصحة والهنا وزيادة الرزق. كل عام نقولوا هذا رمضان راح يكون مختلف، نحب نكون أهدى وأقرب لله وخير من اللي كنت مع عائلتي العام اللي فات. بصح بعد يامات برك نلقاو روحنا متوترات ونزقيو قبل رمضان من الضغط ونندمو بعد الفطور. اذا صرالك هاد الشي من قبل، فالاغلب راكي درتي الغلطه اللي ديرها 95% من النساء في اول اسبوع من رمضان. اليوم راح نحكيو بصراحه على الغلطه ونبينو حل عملي تقدري تطبقيه من اول يوم. كتير من النساء يدخلوا رمضان وحدهم بلا ما يديروا حتى اجتماع صغير للعائله. مثال، تنوض نهار الاول بكري، تنظف تطيب 4 ولا 5 انواع تاع الاكل، دراري يلعبوا، الزوج يجي من الخدمه يرقد ويتفرج ويلعب في البارتابل، هي تقول في قلبها معليش اليوم النهار الاول، النهار الثاني كيف كيف، الثالث، الرابع، وتبدا تضيق بها الحاله. ما يجي يكمل الاسبوع حتى تنفجر تطرطق، ما تعاونونيش، ما تحسوش بيا. بصح هي عمرها ما قالت لهم من الاول واسم كانت حابه. الحل بسيط، قبل رمضان جمعيهم كامل، راجلك ووليداتك 10 دقايق برك، ولا من بعد رمضان حل نهار ولا يومين، شوفي انتيا قولي لهم هذا رمضان راح نديرو تحدي، رمضان بلا صراخ ولا توتر. كل واحد مسؤول على بيته اللي يرقد فيها، واحد يرتب الطابلة، واحد يغسل الماعن، الزوج ديري له حاجة ثابتة كل يوم هو يديرها. والأهم، قولي لهم الهضرة ما تتعاودش 10 مرات، واللي ما دارش مسؤوليته يتحمل العقاب. رمضان ماشي خدمة فردية، رمضان مشروع عائلي. تقولي لي ما نحبش ولادي يعاونوني على خاطر يديروا الفوضى، وراجلي يخدم مسكين برا ويجي عيان. نقول لك هذه هي الغلطة الزوجة، على خاطر لا ما عاونوكش في التالي انتي اللي تتعبي، تولي تحسي باللي ما كان حتى واحد مقدر تعبك. بصح في الحقيقة، والحقيقة المؤلمة أنك انتي اللي منعتيهم من المشاركة. تحبي تكوني طباخة ممتازة، أم مثالية، زوجة مثالية، وعابدة مثالية. والمثالية هذه يا أختي هي اللي تعييك. وهنا الحل بسيط، حدي تلت أولويات برك في رمضان. صلاتك في وقتها، ما تضيعيش صلاتك لو كان يكون اللي يكون. الحاجة الثانية، راحة نفسية بلازقة، وهذه تجي من قلة المهام اللي تديريها في نهارك، ما تكتريش على روحك الخدمة. الحاجة الثالثة، وقت شباب مع عائلتك، والباقي تفاصيل ماشي مهمين. ماشي لازم طابلة معمرة كل يوم، وماشي لازم دار تلمع كل يوم. الهدوء أهم الكمال. الغلطة الثالثة، ما تنظميش وقتك، تتعبي نهار كامل وتقولي نعبد ربي في الليل، تجي العشرة تاع الليل ظهرك يوجعك، راسك تقيل، ايا تقولي اليوم ما قدرتش لا نصلي تراويح ولا نقرا قران، خلي الغدوه ان شاء الله وندير. وغدوه يتعاود نفس السيناريو حتى تفوت سمانه بلا روحانيه، بلا سكينه، بلا عباده كما اللي يخص. وهنا الحل، نقصي عدد الاطباق، ما تطيبيش بزاف، 2 3 مع سلاطه مع حاجه صايي. ديري قيلولة صغيرة مور الظهر، وزعي الأشغال على زوجك وولادك كما اللي قلنا. حطي برنامج عبادة بسيط وثابت ماشي مثالي. القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. نعرف أنا نعرف دارت حاجة بسيطة بصح ريحتها بزاف. قبل رمضان جمعت وليداتها وراجلها، قالت لهم أنا نحب رمضان يكون هادي، نحب نعبد ربي في خاطري وبلازقة. دارت جدول صغير وعلقاته في الكوزينة، كل واحد مسؤول على حاجة. أول أسبوع صح كان صعيب شوية على الدراري، بصح من بعد
هادوك الوليدات ولات عندهم روح المسؤولية، كل واحد يحب يتنافس مع خوه، والزوج حتى هو ولا يعاون تلقائيا بلا ما يعبس براسه يعاون، والدار ولات أهدى، وهي صابت وقت للعبادة ولنفسها للرقاد. الفرق ما كانش في التعب، الفرق كان في التنظيم والاتفاق. أختي، التحدي اللي نديروه هاد العام ما ندخلوش رمضان بعشوائية، ندخلوه باتفاق، بتنازل بسيط من كل واحد فينا، وبنية واضحة وباينة. رمضان بلا صراخ وبلا توتر، هذه هي النية. ماشي لازم تكوني مثالية، كوني برك هادية، على خاطر كي الأم تكون هادية الدار كامل تهدى. قولي لي في التعليقات، واش أكتر حاجة كنتي تديريها، واش راح تبدلي هاد العام؟ إذا حسيتي هاد الكلام جاك في وقته، اشتركي معنا في القناة، وخلي رمضان هاد العام يكون بداية جديدة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحة فطوركم.